السلام عليكم، اهلا بك يا صديقي في حلقه جديده. طبعا زي ما شفتوا في الصوره بتاعت الفيديو هنتكلم النهارده عن اكتر موبايل شبيه تصميما وحاجات تانية كتير هنتكلم عنها في الفيديو بالايفون 17 برو ماكس. بل كمان هو شبيه في التصميم وكمان في الكاميرا البلاتو اللي هي وحده الكاميرات اللي شايله الكاميرا، وكمان في السوفت وير اللي هو كمان بل هو بنص ثمن الايفون، بينافس كمان فئه متوسطه. ولكن كعاده زي ما احنا عارفين طبعا كعاده الاونر هي دايما بتحب تقلد اي تصميم بينزل من ابل، وقلدت المره دي ايفون 17 برو ماكس. انا رايي الشخصي بالنسبه لها المره دي كانت لازم تقلد الموبايل ده، لان بعد خيابات الابل الطويله جدا خاصه في اخر حاجه نزلت اللي هي الاونر 400 اللي كان بينافس فئه متوسطه، خيابات ابل كبيره جدا في السوق، فحبت ترجع بقوه فقلدت شكل الموبايل. حتى كمان الهيرو كلر بتاع الموبايل بتاعنا النهارده هو الاورنج، نفس الهيرو كلر بتاع الايفون 17 برو ماكس. فعشان كده يا صديقي النهارده هنتكلم معاك عن اقوى موبايلين في الفئه المتوسطه، الاونر 600 برو ونور 600. لكن عشان اكون امين معاك يا صديقي، الموبايل اونر 600 برو ما يعتبرش فئه متوسطه، لان صراحه سعره غالي شويه بل كتير كمان عن الفئه المتوسطه. فخليني اقول لك النهارده يا صديقي كده عن بعض المواصفات والعيوب والمميزات الخاصه بالموبايلين دول. فمن غير رغي كتير كده يا صديقي يلا بينا نبدا الحلقه. خلينا قبل ما نبدا يا صديقي نخش في المواصفات، اعرفك بس ان شركه اونر نزلت موبايلين عندنا في الفئه المتوسطه، وهو الموبايل اونر 600 برو واونر 600 العادي في الفئه المتوسطه. والموبايلين بيختلفوا عن بعض في حاجات بسيطه، مثلا اداء المعالج هنا واداء الكاميرات، ولكن عندنا كاميرا زياده موجوده في البرو. وانا نخش بينا يا صديقي عن اول حاجه نتكلم عنها النهارده، وهي الديزاين اللي بيجي بنفس مواصفات الديزاين بتاع الايفون 17 برو ماكس زي ما قلت لك يا صديقي في اول الحلقه، اللي هو بيجي بنفس كمان بروز الزراير اللي موجوده في الايفون، بنفس كمان الزرار الزياده اللي هو موجود في الايفون برضو اللي بيستخدم عشان تقدر تفتح بيه الكاميرات، وكمان بيستخدم الاساس بتاعه هو تقدر تستخدم اي تولز، ونفس كمان الهيرو كلر الموجود عندنا في الايفون هو الاورنج. وبس الموبايل عندنا بيجي بحجم صغير بس عن الايفون. وبالنسبه كمان لجسم المصنوع من الموبايل، بيجي مصنوع من طبقه الازاز الزجاج المصنفر، وكمان اطار معدني عندنا صديقي مصنوع من الالومنيوم. وزن الموبايل بيوصل ل 200 جرام والسمك بتاعه 7.8، هتحس نسبيا مش ماسك الموبايل اصلا، لان الوزن بتاعه يعتبر خفيف برده في الفئه المتوسطه. وعندنا كمان لاول مره في السلسله دي اونر بتقدر تضيف طبقه حمايه ضد الميه والاتربه، اللي عندنا اي بي 68 واي بي 69 واي بي 69 كي. العمق بيوصل متر ونص والمده بتوصل ل 30 دقيقه. ولكن للاسف يا صديقي الموبايل ما فيهوش طبقه حمايه للشاشه، لكن اونر قالت ان الموبايل محمي من الصدمات كويس جدا، ولكن مش عارف ازاي يا صديقي، لكن هم قالوا كده على الموقع الرسمي فلازم نصدقهم لحد ما نجرب المنتج ان شاء الله. بالنسبه لصديقي لاقوى حاجه عندنا موجوده في الموبايل النهارده وهي السكرين. الشاشه بتيجي بحجم 6.57 انش باقل درجه حواف موجوده في الشاشات الموجوده في الموبايلات العالم حاليا، وهي بتوصل ل 98 مللي، مش موجوده في العالم حاليا، لدرجه ان مش هتحس اصلا ان في حواف جانبيه للشاشه في الموبايل. وكمان الشاشه عندنا بتيجي اموليد بمعدل تحديث بيوصل ل 120 هرتز، وكثافه بكسلات 458 بكسل لكل انش. ولو انت صديقي بتعاني من درجه سطوع الشاشه الموجوده عندنا، ففي حاجه اسمها بعد التعتيم بيوصل ل 3840 هرتز، ولو في وضع سطوع وانت عاوز درجه سطوع عاليه بتوصل ل 8000. ولكن يا صديقي من رايي مش عمره ما يوصل ل 8000 اصلا، لان لو وصل ل 8000 الموبايل هيسخن بدرجه كبيره جدا ومش هتعرف تتعامل معاه، ولكن هي مجرد ارقام الشركات بتقولها عندها عشان تقوي الموبايل بتاعها. وعندنا كمان حاجه اسمها سان لايت مود، دي بتستخدمه لو انت تحت اشعه الشمس، فبتضطر انك تشغل الموديل ده عشان تشوف الايكونز واضحه جدا والكلر واضحه جدا بتاع الموبايل. وفي ميزه موجوده في السوفت وير بتاعنا النهارده هو الماجيك او اس 10 الموجود في الموبايل بتاعنا النهارده، تقدر من خلاله تتحكم في الساتوريشن بتاع كل تفاصيل الشاشه بكل الوانها موجوده عندك. اما بالنسبه للبصمه فهي بتيجي من نوع اوبتيكال وسريعه جدا صراحه. وبالنسبه كمان لتجربه الصوت عندنا سماعات ستيريو، ولكن انت مش هتحس اصلا ان هي سماعات قويه في فئه متوسطه او ضعيفه شويه كمان، بس هي الميزه الوحيده اللي موجوده فيها بس ان هي اعلى سماعه موجوده في الفئه المتوسطه، ان تقدر توصلها لنسبه 200% من الصوت بتاعها. ونيجي لتاني اهم واقوى ميزه موجوده في الموبايل بالنسبه لي، ممكن ارشح الموبايل ده لاي حد، هو البرفورمانس، لان المعالج عندنا بيختلف في الموبايلين. في 600 برو عندنا المعالج بيجي من كوالكوم، احدث معالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 8 إليت جنريشن 4 بتكنولوجيا 3 نانو، اللي هو نسبيا هو نفس المعالج الموجود في سامسونج اس 25 الترا، يعني كانك بتستخدم موبايل من فلاج شيب حرفيا. لكن الموجود في 600 العادي بمعالج سناب دراجون 7 جنريشن 4 بيستخدم تكنولوجيا 4 نانو، يعني تقريبا هو اقوى معالج برضو في موجود في المتوسطه.
متوسطه. ولكن بالنسبه كمان يا صديقي للتشابه ما بينهم، وبيجي بس باندرويد 16 مع ماجيك او اس اللي هو نفس حرفيا موجود في الاي او اس 26. يعني كانك بتستخدم اي او اس 26 من ناحيه الايكونز، من ناحيه الانيميشن بتاعه الموجوده عندنا، ومن ناحيه كمان شاشه الاشارات اللي بتيجي عندنا، يعني بتستخدم حرفيا اي او اس. ولكن يا صديقي العيب الخطير هنا موجود هنا في الموبايلين، انك ما تقدرش تعتمد عليه كانه موبايل جيمز او استخدام التقيل، لان حرفيا الموبايل بيسخن بطريقه كبيره جدا. قارناه مثلا بالنسبه للاس 25 الترا، لا بيسخن بدرجه كبيره جدا، الحراره بتبقى قويه جدا، مش هتقدر تتعامل معاه. فانت ممكن تستخدمه مثلا اللي هو ايه لللايف ستايل بتاعك، يعني السوشيال ميديا، برامج خفيفه. فده بالنسبه لي يعني اقوى عيب موجود في الموبايل ده. يعني بالنسبه لسعره الكبير جدا، انا بتكلم برضه على 600 برو و600 العادي، يعني بالنسبه لسعره الكبير جدا، ف يعني مش عارف ازاي هم فكروا يعملوا الحاجات دي. والميزه الوحيده عندنا موجوده اللي هم اضافوها اصلا في الاي اي تولز في الموبايل، وهي انك تقدر تحول الصوره بتاعتك ايمج تو فيديو، يعني الصوره بتاعتك تحولها لفيديو باستخدام الاي اي. اما بالنسبه يا صديقي لسيستم الكاميرات، عندنا كاميرا سيلفي بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2، اللي صراحه بالمعالجه بتاعتها اتحسنت جدا بالمقارنه بالجيل اللي فات، لان التفاصيل بقت واضحه جدا. وبالنسبه لسيستم الكاميرات الخلفي، عندنا سيستم بيكون من 3 كاميرات. عندنا كاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.9 اللي فيها مثبت بصر او اي اس، وكمان الالوان بتكون معتدله جدا في المعالجه بالمقارنه مع 600 العادي، الالوان بتاعته بتبقى اوفر شامبرينج. وبالنسبه يا صديقي للكاميرا الثانيه، هي كاميرا تليفوتو بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.8، تقدر تعمل زوم اوبتيكال زوم بيوصل ل 3.5 اكس، ولكن التفاصيل مش واضحه هنا يا صديقي، وكمان في تشبع الالوان مش قوي جدا، وبالمقارنه بال 600 العادي اللي بيوصل للاوبتيكال زوم 2 اكس بورتريه، برضه التفاصيل هنا والمعالجه مش قويه هنا يا صديقي. واخر كاميرا عندنا وهي الالترا وايد اللي بتيجي بدقه 12 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2. وطبعا عندنا فلاتر كي كعاده اونر بتضيف لنا فلاتر كتير للتصوير، ولكن افضل فلتر بالنسبه لي هو الفيفيت الطبيعي اللي هو موجود في التصوير. وعندنا كمان سنسور موجود في الخلف عشان نقدر نعمل معالجه الصور. ولتجربه تصوير الفيديو تقدر تصور فيديو دقه بتوصل ل 4K ب 60 فريم او 30 فريم كمان، والمعالجه بتبقى افضل طبعا في البرو. طبعا يا صديقي بعد ما عرضت لك كل تفاصيل الكاميرات الموجوده عندنا سيستم كله، فانا اقدر اقول اخيرك بين خيارين. الخيار الاولاني انك لو بتحب الموبايل بيبقى فيه الصور تبقى معالجه قويه فيه، وبس الالوان مش طبيعيه قوي، لكن المعالجه بتبقى قويه، التفاصيل بتبقى واضحه، فالموبايل ده ليك. اما بالنسبه لو انت بتحب الموبايل اللي هو الوان بتبقى طبيعيه ومعالجه برده بتبقاش طاغيه في الالوان قوي، فالموبايل ده ابعد عنه يا صديقي. واخر حاجه عندنا النهارده يا صديقي وهي البطاريه بتيجي لساعه 7000 ملي امبير، وبسرعه شحن هي الاقوى على الاطلاق، موجوده حاليا ب 80 واط، يعني بيديك تقريبا 50% في نص ساعه. وكمان عندنا شحن عكسي بسرعه بتوصل ل 27 واط، مع كمان يا صديقي زي ما قلت لك بتكنولوجيا ال 3 نانو هتحس بتوفير كبير جدا في طاقه البطاريه. وكمان زي ما قلت لك الموبايل اصلا ما ينفعش في الجيمز استخدام التقيل، فانت كده مش هيكمل معاك اليوم لو استخدمته استخدام تقيل، ولو استخدامك خفيف كسوشيال ميديا وكده هيكمل معاك اليومين. الموبايل بيجي عندنا بثلاث الوان، الهيرو كولر زي ما قلت لك يا صديقي هو الاورنج، وعندنا اللون الابيض وعندنا اللون الاسود. اما بالنسبه للسعر فسعر ال 600 برو بيجي بنسخه 512 ب 12 جيجا رام
سعره بيوصل ل 53600 زي ما قلت لك يا صديقي، واصلا ما يعتبرش من الفئه المتوسطه لان سعره غالي جدا على الفئه المتوسطه اللي احنا محددناها الحلقه اللي فاتت، توصل من 28000 ل 35 تقريبا. وبالنسبه لسعره في السعوديه بيوصل 3000 ريال، وفي في الامارات بيوصل سعره 3000 درهم. اما بالنسبه لسعر 600 العادي عندنا نسخه 256 ب 8 جيجا رام بيوصل سعرها 26790، ونسخه 256 ب 12 جيجا رام بيوصل سعرها ل 28888. وبعد ما عرضت لك يا صديقي كل المميزات والعيوب بالتفاصيل كلها في الموبايلين 600 العادي، فانا صراحه ما برشحلكش 600 العادي خالص في الفئه المتوسطه، لان صراحه في موبايلات افضل منه كتير جدا في الفئه المتوسطه وسعره قليل كمان عنها. اما بالنسبه ل 600 البرو فانت يا صديقي لو عاوز تحس بتجربه الفلاج شيب كمعالج، المعالج الموجود عندنا زي هو موجود في سامسونج اس 25 الترا، وكمان تحس كديزاين موجود في الايفون 17 برو ماكس، فبنصح لك الموبايل ده. ولكن ما تنساش يا صديقي تفصيله مهمه، وهي ان الموبايل مش بيدعم الالعاب او مش بيستخدم الالعاب لانه بيسخن بدرجه كبيره. فكده يا صديقي نكون خلصت معاك حلقه النهارده، وما تنساش يا صديقي تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوف حلقاتنا الجايه، وما تنساش تتفرج على حلقاتنا القديمه. اشوفك في حلقه جديده. سلام.